السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. القضيه ديال اليوم مليئه بالاحداث المثيره اللي غتخليكم غير حالين فمكم، وبلا ما نطول عليكم اكثر ونحرق لكم الاحداث، امشيو شي بلاصه كالم، ديو معكم شي كاس القهوه ولا شي دكه اتاي واجي تشوفوا اشنو وقع في هذه القضيه. نبداو على بركة الله. القضية ديال اليوم غتسافر بينا لمدينة سيدي قاسم 7 في شهر يونيو من 2008. في هذه المدينة كان كيعيش واحد السيد سميتو الحسين اللي تزاد وسط من عائلة اللي كانت على قد الحال، اما كملش القرايه ديالو وخرج من السادس ابتدائي، وكان عنده واحد الكروسه اللي كيبيع فيها السندويشات والعصير، وكانت ماشيه ليه مزيان وكيدخل منها شي بركه ديال الفلوس. من يوصل 37 عام العائله ديالو غيخطبوا له واحد البنت اللي كانت من الدوار ديال والديه، يعني المعارف ديالهم. هاد البنت كان في عمر 17 عام، يعني كان بيناتهم 20 عام ديال الفرق. ملي تزوج بها جابها باش تكون مع العائله ديالو. خوتو كانوا مزوجين وساكنين هما وعيالاتهم، يعني الدار كانت ساكنه فيها عائله كامله. هذيك البنت اللي تزوج بها الحسين كان سميتها فاطمه الزهراء. جاتها صعيبه انها تعيش مع عائله الزوج، وكان عندها بيت وسط من هذيك الدار، فما تقبلاش هاد العيشه. وعاد زيد اللي بيناتهم خلى بيناتهم واحد الفراغات اللي كانت كثيره وما كانوش مفاهمين مع بعضياتهم بزاف. حسين كان واحد الانسان طيب كيسلك معها وكيدير لها خاطرها، خصوصا ان البنت كانت مازال صغيره. من بعد عام ديال الزواج فاطمه الزهراء ولدات البنيته الاولى، ومن بعد عامين ولدات البنيته الثانيه. وهنا ما بقاش قادره تصبر. البيت اللي كانوا عاطينه والديه في دارهم كان صغير بزاف ومضيق وما بقاش قدهم، كان فيه البلاكار والكوزينه والناموسيه، يعني ما بقاش عندهم فين يتحركوا. فاطمه الزهراء قالت للحسين شوف، اما غدير معايا حل وتكري لي شي دار على قد الحال نستقروا فيها ونعيشوا فيها مع بنيتنا، اما غنجمع حوايجي وغنمشي لدارنا ونزيد. اخوتك وعيالة خوتك وامك وباك كيضلوا النهار كامل وهما كيشقيو فيا ويسخروني، بحكم انها كانت هي الصغيره في هذيك الدار، فكانوا كلهم كيستغلوها وكلشي كيدخل في العلاقه ديالها هي والحسين. الا شرا غير شي حاجه كيسولوها علاش ليها، الا كانوا خارجين فين غاديين يعني كانوا كيدخلوا ليهم في ادق التفاصيل في حياتهم. الحسين كان كيفكر شنو خاصو يدير، والدخل المادي ديالو ما كانش كيسمح ليه انه يخرج يكري على برا. فاطمه الزهراء ما بقاتش قادره تزيد تصبر، فجمعات حوايجها ومشات للدوار عند عائلتها اللي حتى هما نصحوها وقالوا لها بقاي جالسه معنا حتى يدير لك راجلك شي حل. الحسين كان كيبغي فاطمه الزهراء وما قدرش يعيش بلا بها، دا والديه ومشى باش يجيبوها، ولكن هي رفضات وقالت ليه انه مستحيل ترجع معاه الا اذا وفر لها السكن. ملي رجع مدينه سيدي قاسم بدا كيفكر اشنو خاصو يدير، وهنا طاحت ليه في بالو واحد الفكره، وقال علاش لا ما نطورش من المشروع ديالي، خصوصا انه ما كان كيخرج هذيك الكروسه حتى الربعه ديال العشيه، ولا في الصباح كيدير فيها الفطور، ومع الوحده ديال النهار كيدير فيها الغداء، وفي العشيه كيدير فيها العشاء. يعني كان كيضل خدام النهار كامل حتى جمع شي بركه ديال الفلوس قدر انه يكري ويأتي الدارو. داكشي كان على قد الحال. من بعد هادشي كامل مشى جاب مراتو واستقروا وياها الراس في الراس، وفعلا حياتهم تقدات ولاو عايشين بخير وعلى خير. الحسين ربي يفتح ليه بيبان الرزق، والمشروع ديالو ولا كيدخل ليه ارباح كثيره، فبدا كيوفر فلوس، ومن بعد 5 سنين ديال الخدمه قدر انه يشري واحد الدار في واحد الحي شعبي اللي كان فيها التحتي وعندها السطح ديالها وفرشها، وسكن فيها هو ومراته وبنياته اللي اصلا كانوا دخلوا المدرسه وبداو كيقراو. الحسين كان مغلي بزاف فاطمه الزهراء، كان دار ليها خطره وكيتمشى معها على قد عقلها، خصوصا انه فارق السن بيناتهم كان 20 عام، وهذا الشيء بشهاده الجيران والعائله اللي كانوا كيقولوا بانه من الهيئه ديالها كتعرف بان راجلها مهالي فيها، كتلبس مزيان وحالتها ديما مقاده. المهم استمرت الحياه على نفس الحال حتى العام 2008، وبالضبط في شهر واحد فاطمه الزهراء قالت الحسين بانها حامله، وهنا كانوا عندها شهرين ديال الحمل. الحسين كان فرحان بزاف وكان كيتمنى من الله انه يرزقه شي وليد، بما ان الحسين كان مريض وعنده السكري وعايش بالانسولين، فبناته كانت دائما كتزن عليه وكتقول ليه حنا عندنا غير 2 بنيات وما عندناش وليد، والا مشات وقعت لك شي حاجه حتى شي واحد في خوتك ما يعقل عليا، خرجوني وشردوني انا وبنياتي. يعني كانت كتلمح ليه باش يكتب ليها الدار في سميتها. الحسين كان كيثيق فيها بزاف، داها عند العدول وقال لها بانه يكتب ليها الدار في سميتها، يعني لهاد الدرجه كان كيثيق فيها.
من بعد ما كملات فاطمه الزهراء 6 شهور د الحمل. وفي واحد النهار الحسين كان غادي للقهوه باش يتلاقى مع واحد صاحبو. هاد صاحبو ملي شافو قال ليه فين هو نسيبك. الحسين قال لي على من كتهضر؟ قال لي خو مراتك علاش ما جبتيش معاك؟ قال لي علاش؟ قال لي راه الصباح شفناه كيدخ في الدار ديالك. سولت مراتي شكون هو هذاك وقالت لي بانه خو فاطمه الزهراء. قال لي باش عرفتو خو فاطمه الزهراء؟ قال لي راه سبق لي جا عندها 2 المرات وملي سولتها قالت لي بان خوها مره كيجي عندها من البلاد باش يقلب على خدمه. الحسين طلعت معاه سخانه، ما عرف راسو باش تبلا وما فهم والو، وفي نفس الوقت ما بين حتى شي حاجه لقدام صحابو، لان مراتو فاطمه الزهراء في الاصل ما عندهاش خوتا دراري، عندها غير 3 خواتاتها. هنا الحسين بدا كيوسوس ليه الشيطان في راسو، تلف قال صاحبو بانه عنده واحد الغرض مهم خاصو يمشي يقضيه. اعتذر منه ومشى للدار ديالو نيشان. سول مراتو قال ليها واش جاو عندنا شي ضياف اليوم؟ يعني واخا هادشي كامل كان كيكذب راسو وكان كيقول بلي مستحيل مراتو دير شي حاجه ماشي هي هذيك. مراتو زيرات، سولاتو علاش اشنو كاين؟ قال لها والو غير سولتك. قالت لي بلي ما جا عندهم حتى شي واحد في هذاك النهار. وهنا الحسين عرف بانه واقع شي حاجه اللي ماشي هذيك، وبدا كيشك بان مراتو كتخونو، واخا داكشي كامل ما بين ليها حتى شي حاجه، خصوصا انه كان كاتب ليها الدار في سميتها. وقرر انه يبدا مراقبه من بعيد باش يعرف اشنو كدير، واش كتلعب مورا ظهره ولا لا. ولكن فاطمه الزهراء كانت ماضيه، من خلال الهضره ديالو عرفت بان شي واحد وصل ليه الخبر، وبدات حاضيه راسها ورد البال. نهار الاخر مشى الخدمه ديالو مع الصباح بكري كالعاده ديالو، رجع في واحد الوقيته وبقى مراقب الدار من بعيد، وخلى السلعه ديالو مع واحد السيد اللي كان خدام معاه. ما بانت ليه حتى شي حاجه في هذاك النهار، وتقريبا بقى مراقبه لمده اسبوع. بان لي راسو بلي غير كيضيع الوقت وكيضيع خدمته. وهنا جات في بالو واحد الفكره اخرى. الدار ديالهم كان حداه واحد مول الحانوت اللي كان صاحب الحسين وكيعرفو مزيان. مشى لعندو وقال لي عافاك بغيت منك شي حاجه، راه خو مراتي كيجي عندي للدار كيخبي عندي الحشيش وكيخرج يبيعو، وهادشي وصلوا ليا غير الناس، خفتوا لي جبت لي صداع والمشاكل. الله يجازيك بالخير، الا شفتي شي دري داخل الدار ديالي اتصل بيا وعلمني. وفعلا داكشي اللي كان. من بعد شهر تقريبا، ومن بعد ما كملت فاطمه الزهراء 7 شهور ديال الحمل، مول الحانوت اتصل بالحسين وقال لي بانه شاف واحد الولد داخل الدار ديالو، العمر ديالو غيكون في بدايه العشرينات. الحسين ملي سمع هاد الهضره سمح في خدمته وجا كيجري للدار، حل الباب ديال الدار بشويه، وهنا تفاجأ بشي حاجه اللي ما عمره متوقع انه يشوفها في حياته. لقى بان مراته لابسه ملابس النوم وجالسه مع واحد الولد اللي ما عمره ما شافو. هذاك الولد ملي شاف الحسين تخلع، هرب وطلع مع الدروج ونقص من السور ديال السطح. الحسين تبعو لكن ما قدرش انه يشدو. ملي رجع للدار لقى بان مراته لابسات حوايجها وكتبكي وكطلب فيه باش ما يشوهاش وما يفضحهاش قدام الجيران. سول شكون هذا الشخص وشنو كيدير معاك؟ وهنا قررت انها تعاود لي الحقيقه. قالت لي بانهم مده 2 عام هما كيعرفوا بعضياتهم، وبان هذاك الشاب كيخدم خياط. كانت شي مره مشات عنده باش تحط عنده شي جلابه، ومن تما بدات العلاقه ديالهم. قالت لي بانها كتبغيه وباغا تزوج به، وبانها عمرها ما بغات راجل الحسين، وبلي وصل الوقت اللي خاصهم يطلقوا فيه. يعني هاد السيده كانت وقحه لدرجه انها اعترفت بالخيانه ديالها بكل بروده الدم، وفوق من هادشي كامل ما بغاتوش يشوهها او يفضحها قدام الجيران. الحسين قال ليها بغيت نعرف حاجه وحده، هاد الدار اللي كتبت لك بسميتك اشنو المصير ديالها؟ وهنا صدماتو وقالت لي بان كتبت للدار العاشق ديالها. فهذه كانت اكبر صدمه في حياه الحسين اللي دوز عمره كامل وهو كيخدم وكيدبر باش يشري هذيك الدار، تاق في مراته وكتب ليها الدار في سميتها غير باش يحمي بناته، وفي الاخير كتباتها العاشق ديالها. في هذه اللحظه بلا ما يحس ربطها من يديها ورجليها، طلع السطح قطع واحد الحبل، نزل للدار دور ليها على عنقها هاد الحبل، بقى كيدي وكيجي فيها حتى ماتت. وبدون مقدمات سورت الباب ديال الدار ومشى لاقرب مركز شرطه وقدم نفسه للبوليس. قبل ما يطرحوا ليه اي سؤال مشاو لمسرح الجريمه، وفعلا لقاو جثه الضحيه وعرفوا بانها حامله. كانوا كيظنوا بان الجنين يقدر يكون مازال حي، وقالوا ربما يقدروا يعتقوه، فاتصلوا بالاسعاف. داوها السبيطار واكتشفوا بان الجنين حتى هو مات بسبب عدم وصول الاكسجين. البوليس تعاملوا مع الدار كمسرح جريمه، اما الجثه فترسلت مباشره للمستشفى لمصلحه التشريح. المهم البوليس هزوا كاع البصمات اللي كانت في الدار، وعزيز ملي كانت جالسه هي والعاشق ديالها
كانوا حاطين واحد الصينيه اللي فيها 2 كيسان ديال الاتاي، يعني تما غيكونوا البصمات ديالهم، ورفع البصمات من كاع البلايص اللي كانوا في الدار باش يعرفوا شكون هذاك السيد اللي كان معاها في الدار، خصوصا انه كانوا عندهم غير المواصفات ديالو فقط. بداو كيبحثوا مع الحسين، عاود لهم كل شيء وقال لهم بانه القمرة في حاله تلبس وهي كتخونو، وعاد زيد السيده كانت حامله وما عرفش هذا الشيء اللي في كرشها واش منه او من العشيق ديالها، لان مده عامين وهي معاه في علاقه. البوليس دابا ولات المهمه ديالهم هما انهم يبحثوا على العاشق. خرجت النتائج ديال البصمات، فالبوليس دعاو بزاف ديال الناس، للاغلبيه ديالهم كانوا من عائله الحسين وفاطمه الزهراء، وكانوا جاو عندهم في هذاك الاسبوع قبل ما توقع هذه الجريمه. الا البصمات اللي كانوا في هذاك الكاس اللي كان محطوط في الصينيه كانوا كيرجعوا لواحد شخص غريب. ملي داروهم في قاعده البيانات عرفوا شكون هو مولاهم اللي هو المهدي، فعمره 21 عام، الاصل ديالو من مدينه وزان، وكان كيخدم خياط. مشاو المقال العمل ديالو ولكن لقاو بانه ما كاينش، وحتى الناس اللي كانوا كيسكنوا في هذاك الدرب اللي عنده فيه الحانوت قالوا بانه غاب لمده 4 ايام، وهذه شي حاجه اللي ماشي من عوايدو. البوليس مشاو للدار فين كيسكن مع عائلته ولقاو بانه ما كاينش، وعائلته قالوا لهم بانه اصلا ما جاش عندهم بلاد، يعني المهدي كان مخبي في شي بلاصه. خرجت نتائج التشريح الطبي اللي كتبين بان الضحيه فاطمه الزهراء تقتلت مخنوقه، ولقاو فيها اثار ديال الدي ان ديال رجل اخر من غير الزوج ديالها، لانه تمت مطابقه الدي ان ديال الحسين مع هذاك اللي كان فيها، يعني فعلا كانت كتخونو وتبتات الخيانه اثناء التشريح الطبي. البوليس بداو كيقلبوا على المهدي ونشروا مذكره بحث على الصعيد الوطني. من بعد 15 يوم بالضبط على وقوع هذه الجريمه وصلتهم شي اخبار على اساس انه كاين في مدينه الفنيدق وكيحاول انه يهاجر اسبانيا، يعني السيد كان ناوي يهرب، ولكن لحسن الحظ تم التنسيق ما بين الشرطه ديال مدينه سيدي قاسم والشرطه ديال الفنيدق، ولقاو عليه القبض في الوقت المناسب ويجيبوه عندهم باش يبحثوا معاه. ايوا البوليس ملي جابوا المهدي وراو الحسين وسولوه واش تعرف عليه، ولكن قال لهم بانه ملي دخل الدار ما شافش هذاك السيد مزيان في وجهه، وعاد زيد عطاه بالدار وبقى كيجري في الدروج، ما قدرش انه يتعرف عليه. قال لهم السيد اللي خدام في الحانوت اللي هو صاحبي واللي كنت وصيته باش يراقب الزوجه ديالي هو اللي شافه، وهو ياكد لكم واش هو ولا لا. فعلا جابوه من الحانوت، وملي شافوا تعرف عليه وقال لهم بانه نفس الشخص اللي دخل الدار ديال الحسين في النهار اللي وقعت فيه الجريمه، وعاد زيد هو نفس الشخص اللي لقاو البصمات ديالو في الكاس اللي كان في الصينيه. سولوه اشنو العلاقه ديالك بالضحيه فاطمه الزهراء، ونكر اصلا بانه كيعرفها. فالبوليس واجهوا بالبصمات وبانه مول الحانوت تعرف عليه وبانه كاين لا دي ان ديالو في الضحيه فاطمه الزهراء، يعني يكفي انهم يديروا المطابقه ويعرفوا واش هو ولا ماشي هو. وهنا قرر انه يعترف لهم ويعاود لهم اشنو وقع بالضبط. قال لهم انه قبل من عامين جات عندي فاطمه الزهراء الحانوت وكانت معها واحد صاحبتها، كانت باغا تحط الجلابه ديال العيد، النظره ديالها لي كانت في شكل، يعني هي اللي حاولت انها تقرب منه. في المره الثانيه فاش رجعت باش دير جلابه جات بوحدها وما جابش معها صاحبتها، وعبرت لي على الاعجاب ديالها به وقالت لي بانها بغات تدخل معاه في علاقه، وهو ما رفضش هذا الشيء بالرغم من انه كان عارفها مزوجه وعندها بنات، وهو كان صغر منها ب5 سنوات. ومن هنا بدات العلاقه ديالهم. في الاول كانت كتجي عنده الحانوت، بحكم انه كان كريم مع الدراري فما كانش يقدر انه يستقبلها في الدار ديالو. الناس اللي كانوا كيسكنوا في المنطقه اللي كان عنده فيها الحانوت لاحظوا انه فيما كتجي عنده كيسد الحانوت ديالو، وهما يعرفوا بان كتوقع بيناتهم شي حاجه، فمشاو لعنده وواجهوه. قالوا لي اما تجمع راسك اما غنديروا بك شكايه وغنمشيو عند بوليس نبلغوا بك. فخاف على راسو، وهنا بداو كيفكروا فين يتلاقاو. فاطمه الزهراء قالت لي بان راجلها كيخدم 10 ساعات، يعني النهار كامل هو في الخدمه، وباللي الا جا عندها لدارها عاد تقول الجيران بانه خوها الصغير، لانه في الاصل كان كيبان فارق السن بيناتهم. وفعلا ولا كيتلاقاو في الدار ديال الحسين من بعد عام ونص على العلاقه ديالهم. قالت لي بانها كتبغي بزاف وباغا تزوج به، وباللي باغا تطلق من الحسين، وبانها تقنع الحسين باش يكتب ليها الدار في سميتها. وفعلا فاطمه الزهراء قدرت تقنع الحسين بطريقتها، كتب ليها الدار في سميتها. ومن بعد شهرين شدات هذيك الملكيه ديال الدار ونقلتها للعشيق ديالها على اساس انه تمت بيناتهم عمليه بيع وشراء. البوليس سولو على هذاك الجديل اللي كان في كرشها واش ولدو ولا ولد الحسين، قال لهم حتى هي ما كانتش عارفه، يعني هذاك الولد اللي في كرشها هي ما عارفاش حتى باه شكون هو، واش العشيق ديالها ولا راجلها الحسين. وفي الاصل كانت ناويه من بعد ما تولد تصارح راجلها وتقول ليه بانها ما بقاش باغا تكمل معاه ومنها نسكنوا انا وياها في هذيك الدار.
من بعد ما قدم الاعتراف ديالو والحسين اعترف بالجريمة اللي داروا إعادة تمثيل جريمة وقدموهم من محكمة الاستئناف مدينة القنيطرة اللي تبعت الحسين بالقتل عمد وحكمت عليه ب20 سنة السجن النافذة. أما المهدي فحكموا عليه ب5 سنوات بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية. الحسين استأنف هذا الحكم ولكن تأيد الحكم مرة أخرى وعاودوا حكموا عليه من جديد ب20 عام ديال الحبس. الحسين كان غادي يحماق وتيقول بأنه حاول شحال من مرة ينتحر في الحبس، كيشوف بأن حياته تدمرات، الدار اللي خدم عليها وتعذب عليها ضاعت له في رمشة عين وتكتبت في سميت واحد السيد اللي ما عنده به حتى شي علاقه وكان العشيق ديال مراته. بناتو اللي كان كيخدم على قبلهم ولاو مشردين وكل مره في الدار، مره عند عائله امهم ومره عند عائله باهم، يعني داكشي كامل اللي كان كيبنيه ضاع له في رمشة عين بسبب خيانه الزوجه. انا غادي تكون سالات القضيه ديالنا، ما نساوش خليو لي الراي ديالكم في التعليقات. تهلاو لي في راسكم وان شاء الله نشوفكم فيديو جاي. بسلام عليكم.